انه صراحه شي حاجه راقيه ولذيذه بزاف، وفي نفس الوقت ناجح 100% من اول تجربه. فندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير، طريقه تحضير هذا الكيك البارد. اول حاجه بسم الله غادي نبداو. فإلا كنتو يعني كتصايبوا بزاف هاد الانواع ديال الكيك، ضروري ما يكون عندكم ميزان، ويكون عندكم الكاس ديال اللي كتعبروا به السوائل، يعني اللي كيعبر بالمليلتر. هنا انا غادي نعطيكم العبار بالمليلتر ونعطيه لكم بالغرام. وفي نفس الوقت انا هنا غادي نستعمل قدامكم يعني الكؤوس المعياريه اللي معروفه او لي كاب، هما اللي غادي نخدم بهم اليوم بالنسبه للناس اللي كيفضلوا يخدموا بلي كاب. فغادي نبداو بسم الله. هنايا عندي جوج ديال الكؤوس اولا جوج ديال لي كاب ديال السكر الثقيل من نوعيه جيده، ما يعادل 290 غرام ديال السكر كلاصي. من بعد غادي نضيف كأس و3 أرباع ديال الدقيق الابيض، يعني حتى هو دقيق ممتاز ديال الحلويات، ما يعادل 250 غرام. هادشي بطبيعه الحال خصكم تكونوا مغربلينه مزيان من الاول. من بعد غادا نضيف كذلك 3 أرباع كأس ديال الكاكاو الخام اللي كيكون نوعيه جيده، اي نسبه الكاكاو فيه كتكون مرتفعه بزاف، ما يعادل 70 غرام ديال الكاكاو. من بعد كنضيفوا الملح، شويه ديال الملح، وجوج خنيشات ديال خميره الحلويات او ما يعادل 14 غرام حتى 16 غرام ديال خميره الحلوى. وغادي نزيدوا واحد ساشيه وحده ديال السكر فاني، وكنخلطوا هاد المكونات اللي كتكون ناشفه حتى كتندمج مزيان. من بعد غادي نضيفوا جوج ديال البيضات، جوج بيضات كبار يعني يكونوا بحراره المطبخ. هنا عندي كأس واحد اولا كاب واحد ديال الحليب، ما يعادل 250 مليلتر ديال الحليب. الحليب بارد، كناخذوا حليب يعني عادي، كنضيفوه للخليط. وكنضيفوا كذلك نصف كوب ديال الزيت النباتي، ما يعادل 125 غرام عفوا مليلتر ديال الزيت. غادي نحركو هادشي غير يعني غير بمعلقه ديال الخشب، غادي نحركو مزيان حتى تندمج لينا يعني الخليط الناشف مع السوائل، وكيعطينا خليط بهذا الشكل هذا اولا بهذا القوام كيف كتشوفوا كيجي معلك. من بعد غادي نضيف كأس واحد اولا 250 مليلتر ديال ماء ساخن مذوبين فيه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان صافي. ومن بعد غادي نحركو مزيان. هاد الكيك هذا ما كنستعملوش فيه السكر سنيده، ضروري من السكر كلاصي هو اللي كيعطيه داك القوام باش كيجي معلك. من بعد كناخذوا الطراب الكهربائي، ويعني السرعه تكون متوسطه ما مجهداش بزاف. كنحاولوا فقط اننا غادي نخلطوا الخليط مزيان حتى كيندمج، يعني ما كنحتاجو هنا نطلعوا لا بيض ولا حتى شي حاجه، فقط كنخلطوا، نبقاو مستمرين حتى كيندمج الخليط مزيان وكيعطينا هذا القوام هذا. تقريبا واحد 5 دقائق كتحركوه. من بعد كناخذ الصحن اللي غادي يدخل الفرن، كندهنو بالزبده وكنرشو بالطحين مخلط مع الكاكاو. ضروري تخلطوه مع الكاكاو باش ملي طيب الكيك ما يجيكمش داك الطحين لاصق فيه وكيجي بيض من الجناب. صافي غادي نخويو فيه الخليط وغادي نشعلو الفران، غادي نسخنوه على 180 درجه. الا عندكم الفرن العادي كتشعلوه من التحت درجه متوسطه، ولا عندكم فيه المروحه يمكن لكم ديروا انا هنا استعملت المروحه على 180
درجة لمدة 30 دقيقة فقط، لأن هذا الصحن عندي أنايا شوية كبير. إلا عندكم مثلا صحن صغر من هذا وغيجي الكيك شوية عالي، فتقدروا تمشيو حتى 40 دقيقة. هنا غادي نوجدوا الكريمه اولا اللي غادي يعني نستعملوا نصيبوا بها الكاناش. هنايا عندي هاد لا كريم افويتي اللي بالنسبه للناس اللي في كندا انا كنستعمل هاد النوعيه هذه، فيها 35% ديال الدهون. ضروري تكون كريمه سائله، يعني كريمه سائله ديال الحلويات. غادي نستعمل 700 مليلتر من هاد الكريمه هذه. بالنسبه لهاد الكاناش ما يمكنش نستعملوا فيه الكريمه اللي كنخلطوها بالحليب كتكون بودره، ما كتجيش ما كتعطيناش نتيجه مزيانه. غادي ناخذ يعني 500 مليلتر وغادي نزيد على 200، هي 700 مليلتر ديال الكريمه. هذه هي الكريمه اللي كنطلعوا باش كنحصلوا يعني على هاد لا كريم افويتي، باش هي اللي كنطلعوا كنحصلوا على لا كريم اللي كندهنوا بها الحلويات. غادي نديروها كتسخن بالحق، ما نخليوهاش حتى كتغلى، فقط تسخن ما تطلعش الغاليه نهائيا. وهنا عندي شوكولاته يعني السوداء 600 غرام، وعندي شوكولاته ديال الدهن يعني النوتيلا ولا اي شوكولاته عندكم 300 غرام. غادي ناخذوا الشوكولات يعني الشوكولات الاسود يكون نوعيه جيده ونسبه الكاكاو عاليه فيه باش يعني يعطينا مذاق لذيذ. وكندوبوه في الكريمه اللي سخناها، كيف قلت كنسخنوها بالحق ما نخليوهاش نهائيا تغلى. تقرب تغلى كنحيدوها، كندوبوا فيها الشوكولاط ونتاكدوا ان الشوكولاط داب مزيان. عاد كنضيفوا 300 غرام ديال شوكولاته الدهن وكنحركوا مزيان مزيان حتى هي كندوبوها باش كتعطينا هاد القوام هذا. هاد القوام اللي صيبت انا غادي يعني غادي ندير واحد الكميه باش غادي نصيب بها الكاناش، وغادي ناخذ واحد الزليفه غادي نخلي فيها شويه، هو اللي غادي نديرو من الفوق بحال كلاصاج. ناخذ تقريبا زليفه، ماشي ضروري انكم تعبروا هنايا، غير زليفه. والشي الاخر كله انا غادي ندخلو المجمد، ماشي الثلاجه، المجمد لمده يعني ما بين ساعه حتى لساعه وربع في المجمد. ومن الاحسن ديروه في شي انيه ديال اينوكس يعني اللي كتشد البروده بسرعه صافي. والاخر غادي نخليه غير في يعني في الثلاجه عادي. من بعد ما كيخرج الكيك من الفران مباشره كيكون الكيك يعني باقي سخون، كناخذوا تقريبا واحد نصف كاس صغير ديال الحليب حتى الكاس الا ربع، وغادي نسقيو هاد الكيك مزيان. كنحاولوا اننا نسقيوه يعني من الجوانب كلها. ضروري يكون يعني الكيك سخون والحليب بارد باش يشرب لينا الكيك، يشرب الحليب مزيان. بعد كنخليوه يشرب الحليب في نفس الوقت كيبرد. يمكن لكم ديروها في الثلاجه حتى يبرد الكيك تماما. من بعد هنا غادي ناخذ يعني الخليط ديالي اللي درته في المجمد. كيف كتشوفوا معايا انا درت لتحت الايس باك يكونوا متلجين، او يمكن لكم ديروا قطع ديال الثلج او اي حاجه تكون عندكم ثلجه في الفريغو، نديروها لتحت الاناء. وغادي ناخذوا الخلاط الكهربائي وغادي نبداو يعني كنطلعوا في هاد الكاناش بهاد الطريقه هذه. كيعطينا يعني واحد الكاناش اللي كيكون متماسك، والصراحه كيجي بحال الكريم كلاصي. غادي نبقاو مستمرين كيف كتشوفوا معايا هنا كيفاش كيكون القوام ديالو متماسك بزاف، وكيجي الصراحه بنين بنين. هذا بزاف تقدروا تاكلوه غير بالمعلقه، كيجي لذيذ بزاف. شوفوا معايا هنا القوام ديالو كيف كيكون، وما كيعاودش نهائيا يطيح من بعد. صافي مني طلعت هاد الكريمه وكتكون الكيك ديالنا يكون برد تماما، ما يكونش سخون باش ما يذوبش لينا هاد الطبقه اللي غادي نديرو الفوق. انا غادي
يعني غادي نحاول انني نضيع هاد الطبقه كلها، نقادها فوق السطح ديال الكيك، وفي نفس الوقت نقادها من الجوانب كلهم. هنا بالنسبه لهاد الشويه اللي خليت، انا خليته غير في الثلاجه. الا بان لكم شد شويه يمكن لكم ديروه في تسخنوه غير واحد شويه في الميكرووند. انا عاود سخنته واحد 20 ثانيه فقط، ما خصوش يسخن باش مني نديروه على السطح ديال الكاناش ما يذوبوش لينا، خصو يكون بارد غير الجهد لاننا نقدروا اننا نضيعوه اولا يعني نديروه نسرحوه فوق السطح. صافي غنستمر بحال هكا حتى غادي نغطي الوجه ديال هذا الكيك كله. وبالنسبه للتزيين انا هنا حكيت شويه ديال الشكلاط درته من الفوق، وكيف كتشوفوا معايا هنا كنرش اولا كندير شويه ديال الكراميل فوق، يعني الشكلاط المبشور اللي حكيته فوق الكيك بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للكراميل هنا يعني راه ديجا صيبته في القناه، يعني في واحد الفيديو ديال الكيك. وصافي كنقطعوا الكيك. بالنسبه للتقطاع فين ما كان يعني كنقطعوا كنجروا بالسكين مره واحده، ضروري اننا نمسحوه باش ما يبقاش داك الكريمه اللي كتلصق لينا في السكين انها تخسر لينا تقطع. كيكون هذا هو يعني الشكل النهائي ديال الكيك، كيجي رائع بزاف بزاف. الا كنتو غادي تصيبوه مباشره وتقدموه يمكن لكم تقدموه عادي، اما الا كنتو مثلا غادي تحتفظوا به في الثلاجه ومن بعد عاد غادي تقدموه، كتخرجوه قبل ما تقدموه بواحد تقريبا 20 دقيقه حتى 30 دقيقه باش ديك كياخذ شويه الحراره ديال المطبخ وكترجع ليه ديك التعليكه. كيجي رائع كديسير، يمكن لكم تقدموه للضيوف ديالكم، العائله ديالكم. المذاق ديالو رائع والكريمه ولا اروع. هذا الكيك هذا اللي قدمت لكم اليوم يمكن لكم تستعملوه كباز لجميع الحلويات ديالكم اللي كتكون فيها الكريمه اولا لي غاطو كلاصي، كيجي ناجح 100%. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاهل والاصدقاء. ما تنسونيش من التعليق اسفل الفيديو. شكرا بزاف على حسن المتابعه، الى اللقاء في فيديو قادمه، مع السلامه.